ولعي فرنك كده على درجة حرارة 180 وسيبيه، وعلى طول بقى هاتي طبق وهتضيفي فيه 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمي الله وبقلب جامد كده. الوصفة اللي بيعملوها في أكبر الكافيهات هتعمليها بكل سهولة. وأول ما حطينا ال5 بيضات ضفنا عليهم ربع معلقة صغيرة من الفانيليا وكمان كوباية من السكر، وهنضربهم بالمضرب بالشكل ده. لو ما عندكيش مضرب كهربي تقدري تضربي الخليط ده في الخلاط. واول بقى ما لونه يفتح بالشكل ده كده هتضيفي كوبايه من الزيت ونص كوبايه ميه دافيه، وعلى طول بقى فوقيهم كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، وهتضيفي معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح، وهتبداي تضربي تاني. خليط كيك سهل جدا وناجح 1000000%، لما تجربوه مش هتبطلي تعملوه. كده بقى خليط الكيك جاهز ان احنا نصبه في الصينيه وندخله الفرن. معايا الصينيه الكبيره بتاعه الطقم المستطيل، هدهنها بس بالزيت من الارضيه ومن الجوانب، وعلى طول بقى هنصب خليط الكيك. بصوا بقى ده القوام المظبوط للخليط، حاجه كده بألف هنا وشوف اللي هيجربها. هنصب الخليط ونفضيه في الصينيه كويس جدا، وهخبط بقى الصينيه خبطتين على رخامه المطبخ، وهدخلها الفرن على الرف اللي في النص على درجه حراره 180. بعد كده بقى هجيب اللي هي حله صغيره وهضيف فيها كوبايه ونص من السكر. عايزه بقى اكرمل السكر. اول ما يبدا ان هو ياخد اللون ده، معايا بقى كوبايه كده كبيره من الحليب، وهضيف عليها معلقه كبيره من النشا عشان خاطر نعمل صوص كراميل هايل. اول ما السكر يتكرمل وياخد اللون ده كده، ضفت عليه معلقتين كبار من الزبده وقلبت. هدي بقى النار علشان خاطر نضيف الحليب بقى، وانت بتضيف الحليب قلبي. هتحس ان هو كتل شويه لكن هيفك معاك ويكون خليط ممتاز جدا. صوص كراميل سهل وبسيط وطعمه تحفه. ممكن كمان تفتحي السكر عن اللون ده، فتحيه شويه ما تغمقهوش يعني. خلاص كده بقى صوص الكراميل جاهز معانا، هنركنه على جنب على ما الكيك يخرج من الفرن يكون الصوص بتاعنا برد. وخطوات سهله وبسيطه وهتعملي الكيك بكل سهوله. لايك بقى وشير لو بتشوفنا لاول مره، وكمان ما تنسيش تكتبي لي رايك في الكومنتات. ضفت على الخليط ده كمان كده رشه بسيطه من الفانيليا بتظبط الطعم. نركنه على جنب، وتعالي بقى هاتي طبق تاني نفس الطبق على فكرة بنغسل ونشتغل فيه على طول. ضفت كوباية من الكريمة اللباني اللي هي بدون سكر، وضفت فوقيها كوباية مية متلجة، ربع كوباية من السكر البودر، وهبدأ اضرب بقى المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده لحد لما قوام الكريمة يكون مظبوط معانا بالشكل ده كده. حلو الكلام، حلو قوي. تعالى بقى كده نبص على الكيكه بعد ما خرجت من الفرن واوريكم لونها الخطير. ما شاء الله تحفه يا جماعه. بصوا بقى لونها ذهبي وطالعه تحفه جدا. معايا بقى كوبايه من الحليب، حليتها بمعلقه صغيره من السكر، ممكن ما تحليهاش اللي يريحك. هبدا بقى ان انا اسقي بيها الكيك بالشكل ده. الحليب دافي شويه والكيكه دافيه شويه مش سخنين يعني. اول ما الكيك يبدا يشرب الحليب بالشكل ده كده، المفروض كنا فتحنا الفتحات دي قبل ما نضيف الحليب، بس عادي مش مشكله، الكيك بتاعنا ناجح جدا وتشرب الحليب بكل سهوله. دلوقتي جه دور الكريمه، هنبدا بقى ان احنا نحطها على الكيك بالشكل ده كده ونوزعها فوقيها. بصوا يا جماعه، كيك من اجمل الكيكات اللي ممكن تعمليها في حياتك. يعني لو جالك ضيوف حلوه قوي تقدميها، في المناسبات حلوه قوي تعمليها. زي ما قلت لك كيك بيتقدم في الكافيهات وفي محلات الحلويات، سعره غالي لان ما شاء الله زي ما انت شايفه كده انت ايه مكوناته مخدومه، يعني كيك مخدوم من الاخر. هنوزع بقى الكريمه بالشكل ده كده، وما ننساش بقى دور صوص الكراميل اللي المفروض يكون معانا هادي او برد. المفروض يكون برد علشان خاطر احنا مش محتاجينه يسيح على طبقه الكريمه. تمام. فبما ان بنتي هي اللي ما شاء الله قامت بالمهمه دي، المفروض كان صوص الكراميل يكون بارد تماما علشان خاطر ما يختلطش بالكريمه. حلو. انت بقى سيبي الكريمه تسقع في التلاجة مع الكيك شويه، وبعد ما الكريمه تشد والصوص الكراميل يهدى ويبرد تماما، تبداي انك تصبيه على خليط الكريمه بالشكل ده كده، وهنبدا بقى ان احنا نوزعها. بص بقى انت هتفهمي بقى دلوقتي الخطوه زي ما انا بقولك. الصوص كان دافي شويه والكريمه كمان ما سبتتش على الكيك، فساحت منها شويه، لكن مش مشكله خالص. كل الشكل اللي باظ معانا هنصلحه بخطوط الكريمه اللي هنحطها على الوش. طبعا ما تصبيش الكريمه كلها فوق الكيك، انت بتسيبي معلقتين كبار كده علشان خاطر تديها بقى ايه شكل التريليتشا المعتاد يعني. خله بقى او معلقه سكينه شوكه اي حاجه، هيكون خط رايح وخط راجع بالشكل ده. هتكوني عملتي ألذ صينيه كيك تريليتش عملتيها في حياتك، سهله وبسيطه ومكوناتها باذن الله تكون سهله عليكي وتجربيها بكل سهوله. تعالوا بقى سيبها تبرد بقى.
هي لما جت بتقول لي يا ماما الكيك شكلها عمل مني كده، قلت لها بصي سيبها بقى تبرد شويه علشان خاطر تعرفي تخرجيها، والقطعه تكون الطبقات اللي فوق باينه كده، ويكون الكيك معاكي لذيذ. تعالوا بقى كده نشوف، نفتح الكيك ونشوف اخباره. بصوا بقى يا جماعه، بصراحه انا دقت الكيك يعني لا ما تبطليش اكل فيه. تعالي اما اوريكي، بصي الجمال، حاجه كده بألف هنا وشفاء. الطبقات بتاعته حلوه قوي، والكيكه نفسها طعمها لذيذ. اتمنى ان انتوا تجربوها.